السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ومرحبا بكم في قناة بيوتي فاينز. في هذا الفيديو غنهضروا على معجزات خل التفاح، كيفاش نختاروا او نشريو خل التفاح، كيفاش نستخدموا خل التفاح وشنو هي الفوائد ديالو، وشنو هما الحالات اللي ما نقدروش نستخدموا فيها خل التفاح. يعني كاينين الناس اللي ما يقدروش ياخذوا خل التفاح واخا هو مفيد، وحتى الا خداو خاصهم ياخذوا بنسب اللي مضبوطه. ان شاء الله هادشي غنشوفوه هادشي كامل في هذا الفيديو. كنصحكم تبقاو تكملوا الفيديو حتى الاخير وبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد. في بداية الفيديو غنشوفوا كيفاش نشريو خل التفاح من لي سوبر مارشي، يعني شنو هما الصفات اللي خاصها تكون فيه ونعرفوه هو اللي مزيان، حيت ماشي اي نوع تلقاوه راه مزيان. اول حاجه خاص يكون خل التفاح عضوي ويكون غير مبصر، حيت الا تبصر غادي تقتلوا كاع الفوائد الصحيه والبكتيريا النافعه اللي كاينه فيه. وحاجه واحده اخرى واللي مهمه، وهي خاص خل التفاح يعني القرعه ديالو. ملي تبغيو تشريو القرعه ديالو تشوفوا فيها لتحت واحد الترسبات، هادوك الترسبات اللي كيكونوا في القرعه راه هما البروتينات وبكتيريا نافعه وفيتامينات ومعادن، هما هادوك هما كلشي. حيت الا خديتو من غير هاد الترسبات ما غاديش تستافدوا من المنافع ديالو. المهم هادو هما الصفات الرئيسيه واللي خاصكم تردوا ليها البال ملي تبغيو تشريو خل التفاح. ودابا نهضروا على الفوائد الخياليه والسحريه اللي خل التفاح. كاينين بزاف ديال الفوائد، ولكن غنهضروا على اهمها. واول حاجه خل التفاح كيسهل لنا عمليه الهضم، حيت كيعزز قوه الحمض داخل المعده. كاينين الناس كيعانيو من التهابات المعده ولا جرثومه المعده، ولا الاشخاص اللي كبروا في السن عندهم نسبه حمض المعده كيولي عندهم النسبه ديالو ضعيفه بزاف. يعني ملي كيكون حمض المعده ضعيف ما كتقدروش تهضموا الاكل، وخصوصا البروتينات خاصنا ضروري نهضموهم باش الجسم ديالنا يقدر يمتص كاع الفوائد الغذائيه من فيتامينات ومعادن. وهذا الشيء علاش خاصنا ناخذوا خل التفاح باش يزيد لنا حمض المعده ونستافدوا اكثر من البروتينات، حيت كتحتاج حمض يكون قوي باش تحلل والجسم يستفاد منها. ثاني حاجه خل التفاح كيقلل لنا الغازات وانتفاخ البطن. الناس اللي عندهم المشكل ديال الغازات والانتفاخ تيكون عندهم مشكل في الهضم، يعني عندك مشكل في الجهاز الهضمي ولا عندكم نقص الانزيمات الهاضمه، وخل التفاح كيخلي الهضم يتم بطريقه صحيحه، كيحلل لنا الاكل وما كيخليه حتى شي حاجه من الاكل البكتيريا الضاره باش تغذى عليه، وهذا الشيء ما كيخليش مشكل الغازات والانتفاخات. الفائده الثالثه وهي ان خل التفاح كيخدم كمعقم، بحال فاش كنديروا معقم اليدين ديالنا باش نعقموهم من البكتيريا والفيروسات. خل التفاح كيدير نفس الشيء، حيت كيف قلنا كيرفع حمض المعده وبالتالي كيدير الخدمه ديال المعقم، حيت كيقتل كاع الجراثيم والبكتيريا والفيروسات اللي كتجي من الاكل وكتمشي لينا القولون. الا كان عندكم حمض مركز في المعده غادي نتعقموا الاكل ديالكم وما غاديش يكون عندكم فيروسات وبكتيريا ولا ديدان في الجهاز الهضمي، وهذا الشيء كيدير حتى مشكل القولون العصبي. رابع حاجة ولا رابع فائدة لخل التفاح فهو كيساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن بحال الكالسيوم البوتاسيوم والمغنيسيوم. خامس حاجة خل التفاح كيعالج الأحماض، يعني الناس اللي عندهم حموضة المعدة فهو مزيان بزاف. سادس حاجة خل التفاح مفيد بزاف الناس اللي كيعانيو من السمنة ومقاومة الأنسولين. الا كنتي كتعاني من مقاومه الانسولين عليك بخل التفاح العضوي، ومن الاحسن في الصباح فاش تفيقوا تاخذوا معلقه من خل التفاح مع كاس ديال الماء وتشربوه يوميا، وهذا الشيء غادي يخليكم تعالجوا مشكل مقاومه الانسولين، حيت الا كان الجسم كيقاوم الانسولين كيتزاد افراز هرمون الانسولين وكتزاد السمنه وكيتزاد تكدس الدهون في منطقه البطن، وما كيقدرش الجسم يستخدم السكر للطاقه وكيولي عندكم خمول وتعب. وحاجه واحده اخرى ملي كيزيد الانسولين في الدم كيكون عندكم رغبه كبيره في استهلاك السكريات، دائما كتحسوا بعد اي وجبه سواء غدا ولا عشاء خاصكم تاكلوا شي حاجه حلوه مثلا شوكولات ولا كيك. ولكن الا خديتوا خل التفاح ودخلتوه في نظامكم الغذائي مع الوقت غادي نتعالجوا مشكل مقاومه الانسولين وغادي تنقصوا الوزن وتحيدوا الكرش. اخر فائده لخل التفاح كيعزز لينا عمليه ديتوكس في الكبد.
كنا كنعرفوا بان الكبد هو اللي كيدير عمليه ديتوكس، يعني كينظف الجسم من كاع السموم خصوصا بالليل، ولكن الا تكدسات لينا الدهون في الكبد فكيكون صعيب على الكبد تنظيف الجسم من هاد السموم. ولكن فاش كتستخدموا خل التفاح العضوي خصوصا في الصباح غادي تعاونوا الجسم ديالكم باش يتخلص من كاع السموم المتراكمه. ودابا غنهضر لكم على كيفيه استخدام خل التفاح. الا كنتو يلاه بديتو تاخذوا خل التفاح كنصحكم ما تاخذوش بكميه اللي كبيره، يعني الطريقه الصحيحه والصحيه هي تبداو بمعلقه من خل التفاح، يعني غير معلقه صغيره، وتخفوها بالماء، يعني ديروا معلقه صغيره من خل التفاح في كاس ديال الماء وتشربوها مره واحده في النهار قبل من الوجبات الرئيسيه، يعني قبل من الفطور ولا قبل من الغداء ولا قبل من العشاء. وإلا من بعد بغيتو تزيدوا من الكميه، خصوصا الا ما حسيتوش بواحد الحرقه ديال المعده ولا ما حسيتوش مثلا بدوخه، ما حسيتو بحتى شي حاجه، فتقدروا تزيدوا من عدد استهلاك خل التفاح وتاخذوه 2 المرات في النهار بنفس الطريقه، يكون مخفف وغير معلقه صغيره. بطبيعه الحال تاخذوه قبل من الوجبات. واللي نوصيكم عليه هو تاخذوا دائما خل التفاح مخفف مع الماء، ضروري ومؤكد، وتاخذوه قبل الاكل ب 15 حتى ل 30 دقيقه باش الجهاز الهضمي ديالكم يكون مهيئ لعمليه الهضم وامتصاص الفيتامينات والمعادن وكاع الحاجات اللي هضرنا عليها في هذا الفيديو. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، ولا نصيحه اخيره، هي ملي تبغيو تشربوا خل التفاح من الاحسن تشربوه بلاباي وما تشربوش مباشره من الكاس على قبل السنان ديالكم باش ما يضروش لكم. ومن الاحسن حاجه اخرى تشلوا الفم ديالكم بالماء، ديروا مضمضه بالماء بوحدو باش ما يبقاش لكم خل التفاح في السنان ديالكم، حيت هذيك الحموضه ديال خل التفاح تقدر تاثر لكم على السنان ديالكم. وفي اخر فقره غنهضر لكم على الناس ولا الحالات اللي ما خاصناش ناخذوا فيها خل التفاح. اول حاجه، الا كنتو كتعانيو من قرحه المعده ولا عندكم التهاب في المصران ولا المعده، فما كنصحكمش تاخذوا خل التفاح. ثاني حاجه ولا ثاني حاله، الا خديتي خل التفاح وحسيتو بدوخه ولا حرقه في المعده ديالكم، يعني هذيك الدوخه بزاف، فخاصكم تحبسوه. ثالث حاجه، الا كنتي عندك السكر فخاصك تاخذ خل التفاح بحذر وبانتظام، حيت كنا قلنا بلي خل التفاح كيأثر لينا على افراز الانسولين، وهذا الشيء كيخلي السكر ينقص بزاف في الذات ديالكم. يعني خاصكم تبقاو تراقبوا نسبه السكر عندكم، وانا كنصحكم تاخذوا معلقه صغيره فقط ومره واحده في النهار فقط، ما تفوتوش هاد لا دوز هادي. وبهذا الشيء غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه. الى عجبكم الفيديو خليو لي جيم وخليو لي كومونتير للتشجيع ديالي، وخليو لي حتى الاراء ديالكم. المهم راه كنقرا كاع لي كومونتير ديالكم زوينين، كنقراها كامله. وحتى الا كان عندكم شي موضوع بغيتو تشوفوه عندي ونهضر عليه في القناه ديالي خليوه ليا. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحط لكم الطريقه الصحيحه لتحضير خل التفاح طبيعي ديروه في الدار بطريقه سهله وفعاله. وبالنسبه للناس الجداد، مرحبا بكم في القناه. يكفي انكم